ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا اكلة مطاعم. بجد الفرخة شكلها يفتح النفس وطريقتها سهلة جدا وبسيطة. بنروح نجيبها من بره بفلوس غالية جدا، والله اعلم مش ضامنين نظافتها ازاي. تعالوا مع بعض نعملها على طريقة المطاعم وكمان بلذاذة وطعامة البيت. هنظبطها كده وندلعها ونخليها ايه، بصوا، طبق ووجبة كاملة بصراحة لا يعلى عليه. كل الوجبة دي تعتبر ما كلفتناش 100 جنيه. لو رحنا جبناها من بره هنتكلف اكتر من كده. الفرخة دي كانت ب85 جنيه، فرخة بيضة اهي. بصوا ما شاء الله تسويتها ومن جوه بيضة واللحمة عاملة ازاي. يلا مع بعض نجيب اول حاجة بصل ابيض واحمر، الخلط ما بينهم حلو جدا وبيدي مزيج في الطعم حلو. لو انت عندك متوفر نوع واحد مش هيفرق، عادي جدا. هنحط شوية بقى توابل هكتبها لكم دلوقتي كلها على الشاشة وهتظهر. هنحطها على حسب طبعا كمية الفرخة وعلى حسب درجة حبك للتوابل قد ايه. وممكن اي حاجة تستغني عنها وتضيفي اللي انت بتحبيه واللي اطفالك بيحبوه. نحاول نعوض الخل الابيض بخل عنب احمر او اي نوع خل من بتاع الفاكهة، بيدي طعم احسن. معلقتين دبس رمان، معلقتين زبدة كبار او سمنة، بلاش زيت. السمنة او الزبدة هيطروا الفراخ جدا وهيخلوا صدرها طري جدا، خاصة ان هي فراخ بيضة. طبعا كنت ناسية الكمون، اوعى تنسوه زيي. بجد بيدي طعم حلو جدا مع البصل وبيدي ريحة كده مختلفة. هنبتدي اول حاجة بقى ان احنا نمسك كده الفرخة ونفصل الجلد عن اللحم بتاعها. دي خطوة مهمة جدا عشان خاطر الفراخ تشرب من التتبيلة كويس جدا، خاصة ان انا مش هقعدها في التتبيلة كتير او مش هبيتها ليلة. هو انا هسيبها ساعة في التلاجة لحد ما ابدأ في الغدا. هنعمل بقى فتحات كده في الصدر، لان طبعا معروف عن الفراخ البيضاء ان صدرها بيبقى ايه، كبير شوية، واللحمة فيه بتبقى كتير ومش بتتبل بسهولة. هنبتدي بقى ان احنا نفرد طبقة من البصل والخلطة كده ما بين الوراك. حتى بصوا الوراك برضو عملت برضو فصلت الجلد بتاعها عشان خاطر ادخل فيها التتبيلة كويس. هنبتدي بقى ان احنا ايه، نعمل لها كده ايه مساج باللي احنا عاملينها الخلطة ديت كويس جدا. الخطوة دي مهمة قوي، ويعني ايه، اللي بيعرف يلبس جلوفز، بس هي مهمة جدا. هنيجي بقى نلبس الفرخة، فقطعتها كالعادة يعني، بس هنتصرف يعني ما تقلقوش. بس لازم تقفلوا الفرخة كويس علشان خاطر لما تيجي تستوي ما تقومش كده رجليها مريحة كده وشكلها ما يبقاش كويس. هنتصرف يعني دلوقتي ونظبط الموضوع كله. هنا بقى هنحشي كمان الزور بتاعها. انا كنت قايله للفرارجي تسيب لي الزور بتاعها زي ما هو علشان خاطر هحشيها، وبصراحه الخطوه دي حلوه جدا، وعشان احنا هنقلب الفرخه كذا مره في الفرن فخاطر الحشوه ما تقومش نازله منها. هنا بقى معايا كمان شبكة وصينية، دول انا مخصصاهم لشوي الفراخ. بحطها كده على الشبكة، وتحت كده في الصينية بحط مية عشان خاطر تعمل حمام بخار للفرخة وتسويها بطريقة حلوة جدا. تبقى عاملة زي الفراخ اللي هي الشواية اللي احنا بنجيبها من عند الكبابجي، اللي هي على سيخ بتقعد تلف كده ديت. بصراحة تحفة طريقة التسوية دي، لحمة فراخ فظيعة. هنا بقى اهوت قفلت رجليها عشان خاطر ما تريحش مني لما تيجي تستوي يبقى شكلها مش كويس. ممكن بقى احط فيها كده من جواها بطاطساية، برتقاناية، بس طبعا لو انا كنت ايه الفرخة بتاعتي حجمها كبير وهسيبها في الفرن مدة طويلة. بس طبعا عشان انا مش هسيبها مدة طويلة فما حطيتش، عشان خاطر تستوي من جوه وما تبقاش مكتومة واللحمة من جوه مستوية. انا بقيت استخدم ورق زبدة، ما بقيتش استخدم ورق فويل الا قليل قوي. بس ورق الزبدة في الوصفة دي حلو جدا وبيساعد على طراوتها، بس اهم حاجة تأكدي من جودة ورق الزبدة وتكوني مستخدماه قبل كده عشان ما يلزقش في الفرخة. شيلته بعد حوالي 35 دقيقة عشان خاطر أكمل تسويتها وتتشوي وتاخد لون جميل كده في الفرن. هي كانت لسه 3/4 سوا، ما كانتش استوت قوي. الفرخة دي قعدت معايا في الفرن على درجة حرارة 200 أول 10 دقايق، وبعد كده وطيت الحرارة ل180. قعدت حوالي ساعة ونص وطلعت معايا مستوية وجميلة جدا. ما تقوليش ساعة ونص كتير، لا، ساعة ونص على 180 درجة حلوة جدا. وحرارة حلوة قوي هتسوي لك الفراخ براحتها. حطيت حبة دبس رمان وعلى حبة زيت عشان خاطر يدي لمعة للفرخة ويديها اللون الجميل اللي شفناه اول الفيديو. هنعمل بقى سايد ديش كده جنبها، هنعمل شوية خضار سوتيه. اللي حابب طبعا يطبق معانا الوصفة براحته. الخضار السوتيه كل شيخ وليه طريقة. انا عن نفسي بحب ان انا اسلقه الاول، مش سلق كامل يعني، يا دوبك بنزله في مية مغلية، لان انا بحب ان البطاطس تكون مستوية. السوتيه ما فيهوش بطاطس بس انا بحب احط فيه بطاطس. هنا الفرخة هيت معانا. حطيتها تاني بعد ما دخلتها الفرن وحطيت على وشها دبس الرمان والزيت. طلعتها بعد حوالي 10 دقايق تاني عشان خاطر اقلبها، لان بصوا بدأت تاخد وش من قدام وتحت لسه بيضة زي ما هي.
بصوا بقى اهوت لما قلبناها بالراحة وانتي بتقلبيها واحدة واحدة عشان ما تقطعيش الجلد بتاعها، هتلاقيها بيضة من ورا. هتبتدي بقى ان انتي تحطي عليها برضو دبس رمان وتحطي عليها زيت وتسيبيها بقى تستوي تاني. وزي ما قلتلك خدت في الفرن ساعة ونص على درجة حرارة 180. معانا مية بتغلي هنحط فيها معلقة سكر ومعلقتين ملح، وهننزل اول حاجة بالفاصوليا وبعديها الكوسة، هنسيبهم يتسلقوا 3 دقايق ونطلعهم. بعد كده هننزل بالبطاطس والجزر هنسيبهم يستووا سوا كامل. هنيجي بقى بعد كده على طاسة هنحط فيها معلقة زبدة وحبة توم علشان نبتدي نشوح السوتيه بتاعنا. اصل السوتيه يا جماعة بيتعمل بحبة الخضار متشوحين في شوية زيت، انا عارفة الكلام ده كويس جدا، بس انا بحب انكهه وبحب ان انا لما اكل الخضار اكله على ذوقي، وطبعا الاكل اذواق وكل واحد حر في ذوقه. هنا بقى كمان معانا ايه الزبدة، هنبتدي نحط عليها حبة توم وكمان حبة أعشاب زعتر بقى روزميري، أي حاجة المتوفرة عندك مجفف أو أخضر، وهتبتدي تنزلي فلفل أسود وملح وتبتدي بقى تقلبي السوتيه دوت وتديله كده ايه تشويحة حلوة على النار في الزبدة والتوابل ديت لحد ايه ما يبقى فيه لسعة بسيطة كده، وفي نفس الوقت تحسي ان هو ايه كرمل كده معاكي، بيبقى طعمه حلو جدا. جربيه مش هتندمي على الطريقة دي أبدا. الفرخة كانت طلعت سبتها ترتاح 10 دقايق وانا مغطياها علشان خاطر تبقى العصارة بتاعتها تحتفظ بيها جواها وتبقى اللحمة طرية، والكريسبي من بره بتاع الجلد كده ما نستغناش عنه. صراحة بصوا كان شكلها حلو جدا. طبعا اتقطعت مني وانا بنقلها، بس مش مشكلة خالص، الموضوع يعني ما كانش باين قوي. هبتدي بقى ان انا ارص حواليها السوتيه، ودي كانت اكلتنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش لايك وفولو.